السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة أنا هتكلم عن حاجة دايما بتحصل في المساجد في الصلاة. سواء لو أنت قاعد مستني إقامة الصلاة أو درس علم أو خطبة يوم الجمعة، دايما كده تلاقي في ناس قاعدة معينة كده، وقاعدة غريبة. أنا كنت واحد من ضمن الناس كنت بقعدها لغاية أما جه واحد وفهمني. فأنا عاوزكم تاخدوا بالكم إنها القعدة اللي هي قعدة المغضوب عليهم، قعدة اليهود، اللي هي أنهي؟ لا، زي ما انتوا حضراتكم شايفين دلوقتي دي كده، اللي انت تقعد راكز على رجلك الشمال، راكز على رجلك، على ايدك الشمال، اسف، راكز على ايدك الشمال. دي فيها الرسول قال فيها حديث، ماشي؟ قال اتقوا مارر كده من المسجد، فلقى واحد قاعد القعده دي، قال له اتقعد قاعده المغضوب عليهم، ماشي؟ وفي يعني عليه، وفي روايه اخرى قال لا تجلس هكذا، انما هذه جلسه الذين يعذبون، وحسنه الالباني. وفي كلام طبعا، وبعض العلماء بيقول لك لا، اللي هي الشمال، يبقى الشمال واخده معاها اليمين كمان، او لو ركزت على اليمين، يعني لا اما تركز على الشمال لا واليمين لا. وفي بعض العلماء برضه بيقول لك ولا حتى لو ركزت على ايدك الاثنين. ف... فانا من رايي ولا اركز كده ولا كده، عشان دي قاعده المغضوب عليه. دي نصيحه ليا وليكم، ويا ريت يا جماعه لو انتم بتشوفوا حد يعملها تحاولوا تقولوه وتفهموه. وديت من سنن النبي، اللي انت تنصح الناس بما يعني لو في حاجة غلط او كده. وده كل ما لدينا في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.